عمرك شفت مبنى خرساني شكله غريب كده وقلت ده شكله مرعب؟ احب اقول لك ان ده طراز عندنا اسمه طراز العمارة الوحشية، بروتاليزم. ده طراز اتولد من قلب الألم من بعد الحرب العالمية التانية، وأوروبا بتحاول تلملم اللي باقي منها. مباني خالية من أي زينة أو زخرفة، كلها خرسانة عارية، أكنها جاية تقول لك بالظبط كده أنا جاي أقول لك الحقيقة، مش هتزوق، مفيش ميك اب. المهم عندي الوظيفة وبس. تحس ان اللي اخترعها كده كان مبيض محارة واختلف ما بينه وما بين صاحبه النقاش، فقال لك خلاص انت مالكش عيش معايا من النهاردة، انا هقضيها محارة بس مفيش دهانات. ستايل خشن صريح، مفيش ميك اب، خرسانة على المكشوف، وظيفي ما بيجاملش اي حد. انا بتفرج على غزة افتكرت الوحشية دي، مش في شكل العمارة، في مصيرها. مباني متفجرة، شوارع مهدومة، عيال بتلعب وسط الردم. هناك ده مش ستايل ولا حتى خيار تصميم، دي أرواح فقدت كل حاجة، حتى الحيطان اللي كانت سند. بصفتي إنسان قبل ما أكون معماري بفكرك إن اللي بيتهد هناك دوت مش عماير ومباني، ده حياة ناس كانت عايزة تعيش وتلعب وتفرح وتتجوز وتحب وتشتغل تعمل زينا، تعمل زي ما كل الناس طبيعية. الناس اتخلقت علشان تعمل ايه؟ عشان خاطر غزة، عشان خاطر الإنسانية، عشان خاطر فلسطين. اتكلم، شارك، فكر الناس، قول لهم ان في مجاعة، قول لهم ان في أطفال بتموت، قول لهم ان احنا ممكن نبقى مكانهم. فكر الناس بالمقاطعة، فكر الناس بان الحرب لسه ما انتهتش، فكر الناس دي ان احنا ممكن نبقى مكانهم، ممكن يبقى عيالنا لا قدر الله مكان عيالهم. ادعي ولعله اضعف الايمان يمكن صوتك يوصل لمكان محتاجه. سلام.